الناس فين تخدم، فين تصور طرف الخبز، اتقوا الله. وغم الماء والقوله اللي كتضيع الناس ماشي بحالها، الالاف باش ما نقولش الملايين ديال الناس اللي مضيعين. واحد ب 1100 درهم 12 ساعه. وزير، المقاربة التشاركية كتكون مع الجميع، ماشي تضرب دورة على الفرق النيابية وتنسى النائبات والنواب غير المنتسبين. على العموم جاني الإحباط من بعد ما طلعت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب اللي كنعتبره ضد البلاد وضد العباد وضد دستور الوطن. الحكومة مع الأسف رجعت بنا 1000 سنة قبل الميلاد وبغت ترجع الطبقة العاملة لعهد العبودية، وكتعامل مع الموظفين والعمال بشعار خدموا واسكتوا يا العبيد. هذا هو المنطق اللي باغا تطبقوا حكومة البطرونه. كيفاش تعويض العمال المضربين بعمال جدد وكتحمل الجهه المضربه مسؤوليات اضافيه، يعني اللي طالب بحقه تصيفطوه للحبس، وهذه هي العبوديه في زمن الديمقراطيه. هنيئا لكم. هذه الحكومه تريد مع الاسف زلزله الدوله الاجتماعيه وزلزله استقرار الوطن، لان الضغط يولد الانفجار. المغرب ديالنا كاملين وما غنسمحوش للحكومه بهذه التراجعات. يكفينا غلاء المعيشه والاسعار والبطاله، ما خليتوا قيمه لا للشعب ولا الاحزاب وزدتوها حتى بالنقابات. فعاود لي نناقشوا هذا قانون الاضراب، ديروا للناس فين تخدم، فين تصور طرف الخبز. راه كاين اللي عايش غير ب 20 و50 درهم من نهار السيد الوزير. اتقوا الله. شكرا. شكرا. على كل حال ما غنكونش بحاجه الى التذكير بالالتزامات ديالكم لا كاحزاب في برامج انتخابيه ولا كحكومه. يكفي ان السيد رئيس الحكومه لما جاء واعلن على انه ينوي يعني جعل الشوط الثاني من الولايه مخصص لاولويه التشغيل كدليل على الاعتراف بانه السياسه ديال الحكومه في هذا المجال اعطت نتائج كارثيه. سيد الوزير، اسمحوا لي ربط القضيه ديال البطاله في وسط القروي بمشكل الجفاف نرجع للتقرير الاقتصادي اللي جاء مرفق بقانون الماليه 2025 كيأكد على انه النسبه ديال البطاله في وسط القروي في تناقص مستمر في الوقت اللي النسبه العامه ديال البطاله كتعرف في ارتفاع. اذا ما كاينش هذا الربط اسمحوا لنا. حاجه اخرى هو هذيك 14 مليار ديال الدرهم، ما تحسبوناش 12 مليار ديال ميثاق الاستثمار اللي موجه للدعم ديال المقاولات الصغرى والمتوسطه. على الاقل بداو بعدا كاين باصدار المراسيم اللي تعطلتوا على اكثر من 16 شهر واللي منصوص عليها في الميثاق ديال الاستثمار واللي كيطلب التنزيل. السيد الوزير، القانون المالي 2025 جاء كيشهد على فقر الابداع عند هذه الحكومه. اقترحنا عليكم كعداله والتنميه كتعديل انكم غتربحوا واحد 300 الف منصب شغل، كلفه تقريبا منعدمه على الميزانيه العامه. ما بغيتوش تجاوب معها. كنتمنى انكم بحال اللي عملتوا على الملف المتقاعدين تستجبوا ليه، درسوا هذا الموضوع على الاقل وعندكم الفرصه ديال دراسه مشروع القانون الماليه في الغرفه الثانيه. سيد الوزير، الحكومه ما دارش اجراءات كفيله بتقويه الاقتصاد بما يؤدي الى خلق مناصب شغل وفرص شغل. شكرا الوزير. لما نتكلم عن القطاع الغير مهيكل سيد الوزير، مشروع القطاع الفلاحي او شي حاجه اخرى. كاين قطاع الان اللي هو مريض يعاني، طباخه في مطاعم سيكوريتي، واحد اللي يخلص ب 2000 درهم. واش قلنا لك مباشره وتكلمنا معك السيد الوزير الله يجزيك بخير، واش ما يوصلش الوقت نديروا قطيعه مع الناس؟ رغم الماء والقوله اللي كتضيع الناس ماشي بحالها. كاين كنا نجتحموا ناس الله يرحم والدينا، خصنا نحسنوا بهذا الامر. الالاف باش ما نقولش الملايين ديال الناس اللي مضيعين. واحد ب 1100 درهم 12 ساعه، 3000 درهم 15 ساعه. الله يكثر خيرك الله يرحم والدينا. بغينا نحسنوا الامر في هذا الشيء، لا يمكن السكوت عليه. كاين مرة كنخدم 8 سوايع ب 120 فرنك قسما بالله، وعندنا وثائق ما يتوت هذاك، ولحد الان باقي ما تخلصوا. نخلص هذه وما كاينش خلاص. الشركه كتقضي حاجه بالفليسات اسمح لي ضيق الوقت باش ما نزيدش نطول، ولكن الله يرحم والدينا حاول ما امكن تاخذ هادشي، وانا ما عنديش الشك على انك ما تاخذش هادشي وحنا نعطيك. شكرا. سيد الرئيس، ملي كنبغيو نتكلموا بسرعه على القطاع المهيكل، حنا كنتكلموا على واحد المجموعه من المواطنين اللي فيهم الهشاشه وفي المستوى الاقتصادي ديالهم هابط. اجباري ناخذوا بعين الاعتبار هاد الناس بحال السكان سيدي عثمان مولاي رشيد اللي اتشرف ان نوب عنهم، انه يتخذوا بعين الاعتبار في اي قرار تؤخذ. وشكرا لكم. وزير المحترم، تحت ما تيشك في حسن النيه ديالكم، ولكن المشكل فرص الشغل ما كايناش. الباديه تعاني الامر، المدينه في حاله
يرتلها من ناحيه هذا الموضوع ديال التشغيل. كاين نوايا وتصريح بنوايا، ولا نسمح لي نقول لكم سيد الوزير وحده في الجوج: اما الحكومه محتفظه بفرص الشغل وبالمراسم اللي غتحل المشكل نتاع المقاولات الصغرى الى اخره في اطار الحمله الانتخابيه المقبله، وحرام والا راه يصعب جدا باش تنزل شي حاجه خلال هذا يعني الشهور اللي جايين، لان اللي ما دارش في 4 سنين صعيب باش يدار في العام الاخر رويد الانتخابات. شكرا. السيد الوزير، حق الادراك كيف ما جبتوا هذه المعارضه رجال هذه الحكومه رجال الاعمال في الحقيقه فيه ضرب للحقوق الدستوريه وللحريات. قانون ركز على القيود وركز على المقاربه، ركز على القيود وركز على شكرا.